دي النيله كابوس كل يوم الصبح. هحط له اكل ايه؟ الموضوع بقى رخم قوي. هو انا هحمر شويه سوسيس وشويه ناجتس واحط له شويه كده مقرمشات على حبه شيبسي وهديله واحده عصير بالفراوله ولا اي حاجه واخلي اليوم يعدي بقى عشان الولد ما بياكلش اصلا حاجه. كابوس اللانش بوكس. مدارس داخله واللانش بوكس دوت من اكبر المشاكل اللي بتواجه الامهات الصبح، مش عارفه تحط لاولادها اكل ايه. الاولاد دلوقتي بقت بيكي ايتر واغلبها بيقعد يتمرد على الاكل وبيشوف صحابه جايب اكل غلط، وعشان كده لازم نبذل مجهود زياده عن زمان. الكيس بتاعنا ابو سندوتشين فين وكنا كلنا زي بعض. لازم نبذل شويه مجهود عشان نعرف المكونات الصحيه للطبق او لللانش بوكس بتاع ولادنا، وفي نفس ذات الوقت ما يكونش زهقان. فالنهارده هقول لكم على التوصيات بتاعه جامعه هارفارد للطبق الصحي للطفل. مش لازم كل يوم يبقى بيرفكت، ومش لازم تكوني ام مثاليه كل يوم، ولكن تطور في الطبق الصحي بتاع ابنك يوم عن يوم هيفرق في صحته يوم عن يوم. فخلينا نقول السبع مكونات الصحيه اللي لازم تكون موجوده في اكله. اول حاجه النشويات، نحاول على قد ما نقدر ان هي تكون نشويات كامله او معقده، يعني توست غامق او توست حبوب كامله، عيش مثلا من دقيق كامل، العيش البلدي الجميل بتاعنا، ممكن نحط رز بسمتي لو هو مثلا بيتغدى في المدرسه، ممكن نحط عيش اسمر. حاجات كتيره قوي، وهقول لكم برضو على امثله اكتر في الكابشن. تاني حاجة يكون فيه بروتين. البروتين ممكن يكون نباتي أو حيواني. بمعنى إيه؟ يعني أنا ممكن مثلا ياخد فول، ممكن ياخد شرايح فراخ أكون أنا محضراه في البيت، ممكن ياخد ناجتس صحية أنا عاملاها في البيت، ممكن ياخد بيض، ممكن ياخد جبنة قريش، ممكن ياخد جبنة قريش أنا عاملاها بطريقة صحية خليتها جبنة كريمي، بس ما اروحش اشتري الجبنة المثلثات اللي موجودة في السوق اللي كلها دهون غير صحية. أنا كده كملت البروتين بتاع ابني. تالت حاجه انا هكون محتاجاها هي الفاكهه. قطعوا الفاكهه بشكل لذيذ، حطوا لهم عنب، تفاح، تين، قطع مانجا، حطوا اي حاجه، المهم ان الولاد تاكل فاكهه بدل ما تاكل حلويات. رابع حاجه لازم تكون في اللانش بوكس هي الخضار، وطبعا الولاد كلها بتكره الخضار، فالخيار تقريبا محدش بيكرهه او اغلب الولاد بتحبه قوي. فقطعوا الخيار مثلا، قطعوا خس، قطعوا طماطم، ايه اللي عنده امكانيه يجيب طماطم شيري يجيب، اللي ما عندوش يقطع شويه جزر. قطعوا يا جماعه خضار وخلوا الولاد تعرف الخضروات كلها. خامس حاجه دهون صحيه. الدهون الصحيه ديت ممكن تبقى زبده فول سوداني مثلا عملتها له على التوستيه، او ممكن تكون اربع خمس مكسرات من مثلا اي نوع مكسرات متاح في البيت، او حتى الفول السوداني عشان ازود الاوميجا 3 عنده، فبالتالي تركيزه وذاكرته تتحسن. وعلى فكره 7 مكسرات في اليوم مش غاليين، يعني انتوا ممكن تصرفوا اكتر في شويه الناجتس وشويه المقرمشات اللي بتجيبوها اكتر من المكسرات. وبالنسبه كمان للالبان فده العنصر السادس، سواء هتبقى جبنه